يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ولدكم وأخوكم حسين بن ظافر بن زايد آل معجبة اليامي. هذه الرسالة موجهة إلى ربعي وبني عمي قبائل يام وهمدان والمكارمة ومن هم على دين الإسماعيلية، أن هذا الدين دين شرك وضلال، حيث أني كنت على هذا المعتقد، ومن الله علي سبحانه وتعالى بالهداية لمعتقد أهل السنة والجماعة. وأنا قدامكم يا ربعي ويا بني عمي أتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الدين، وأدعوكم إلى دين ومعتقد أهل السنة والجماعة، حيث أنه الدين الصحيح والواضح الذي لا عليه غبار. فأنا قصة الهداية نحمد الله ونشكره، اللي هي سب الصحابة اللي عندكم وأنتم عارفين الشيء هذا، ومثبت بالدلائل والبراهين، ودعاء غير الله، ونسب الملك لغير الله، ودعاء الأموات، والتوسل بالجن والشياطين، وسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها يا ربعي ويا بني عمي أنا هنا أدعيكم لهذا الدين الطاهر النظيف، وأن تخرجون من عبادة العباد لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالحياة الدنيوية ما يدري الواحد متى يموت، ونسأل الله السلامة والعافية. وهذه يطول العمار الدين ما فيه مجاملة، حين هنا يطول العمار خلاص كفاية مجاملات. إلى متى وأنا أجاملكم وأنتم تجاملوني؟ ولا يجاملكم أي واحد مهتدي للسنة والجماعة وساكت؟ لا، إلى هنا ونوقف. أنتم ربعي وبني عمي وإخواني وعصابة راسي ودرع جنبي. إذا ما دعيتكم وخفت عليكم من النار ومن الشرك ومن الضلال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. فوالله ثم والله يا دين الإسماعيلية إنه شرك وضلال، ومثبت بالدلائل والبراهين. وأول الشبه يا أخواني ويا بني عمي ويا من هو على معتقد الإسماعيلية، دعاء غير الله في صفحة في صحيفة الصلاة، صفحة 271، وهذه هي تشوفونها قدامكم، في صلاة قضاء الحوائج يقول يا محمداه، ثم يقول يا محمداه 300 مرة، ثم يقول يا علياه، ثم يقول يا فاطمتاه، ويقول يا طيباه، أو يقول اسم أمام الزمان. والله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والآية واضحة وصريحة مثل ما تسمعون يا أخوان. رقم 2 دعاء الأموات، وأنهم يكشفون الكرب، في صفحة 675. وإن رمتك الليالي البهم بالنوب، فاهتف بأحمد خير العجم والعرب، وبالوصية علي كاشف الكرب. من يكشف الكرب إلا الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، ولا يجوز أن ندعيه أو نتوسل به. وعلي رضي الله عنه، اللي تقولون حنا ما نحب أهل البيت، لا والله يا دين السنة والجماعة ومعتقدهم أنهم يحبون آل البيت أفضل من دين الإسماعيلية وأحسن منه، لأن لا فيه غلو ولا فيه شتام ولا فيه قذف ولا أي شيء من هذه الأمور، ونحمد الله ونشكره. رقم 3 يا أخوان نسب الملك لغير الله سبحانه وتعالى، في صفحة 240. في صلاة التهجد في الدعاء الرابع
يقول: ومالكنا ومالك جميع أمورنا الإمام الطيب أبي القاسم. تعالى الملك القدوس سبحانه وتعالى، الله هو اللي مالكنا، والله هو اللي خلقنا، والله هو الرازق والمحيي والمميت سبحانه وتعالى. رقم 4: التوسل بالجن والشياطين، في صفحة 660. وهذه صفحة 660 في صحيفة الصلاة، في دعاء النصر والمهابة. يقول: بحق المقري والمغويشم وشمشم وبيشا وهيشا وبريشا، كبا كبا كبا، ينجلي 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 بنور الله، فما لا أحد علينا من قوة ولا ناصر. وهذه مردة الجن والشياطين، مغويشم وشمشم وبيشا وهيشا، حيث أني أنا قد سألت واحد من الفقهاء: وإيش ذي؟ قال: هذه ألف لام ميم معجزة، وهذه مثلها معجزة. إيش دخل كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في كلام واحد هندي كاتبه ومرسله علينا؟ كلها مردة الجن والشياطين. أتوسل بهم، أتوسل بخزعبلات، ويقص لك الآية. يقول: يوم قلت يا رجال هذه ما تدخل العقل، هذه هيشة وبيش، ايش دخلها بالقرآن؟ قال: ما يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. وهذه غلط، قص الآية من أولها ومن آخرها. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلا من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. رقم 5: إدخال الزيت والبر والطيب مع الماء في القبر على الميت، صفحة كم؟ 168. وهذه هي طول العمر في صحيفة الصلاة 168. ذكر الدفن والقبور. شو يقول هنا؟ ويدخل الزيت والبر والطيب قليلا في الماء الليلة الثالثة، ويصب الماء على القبر في اليوم الثالث. خلاص هذا مات، يرجى الرحمة من رب العالمين. ويش تصب عليه ذي وتسقيه وتلقمه؟ ما خلاص ما عاد لا يأكل ولا يشرب. واللي بعدها يقرأ القرآن على أهل المراتب 7 أيام، يعني الفقهاء والمكارمة وضالة يقرأون عليهم 7 أيام، وعلى غيرهم 3 أيام في المسجد. وغيرها التوسل بخرير الماء وحفيف الشجر وغيرها من الشركيات. وفي هذه المناسبة عندي هنا بيتين بتسمعونها. قال: هيشا ثم بيشا وشمشم وخذ زود، من يموت يقول انهم من النار اعتقوه، والصحابة سبهم والرسول الله جحود، وبالبدع والشرك يدعو لدينه واتبعوه، وبخرير الماء توسل، وبخرير الماء توسل وجاب لنا الهنود، يضبطون له الكتب ثم ياخذ ما جنوه، وزكاة المال 5، وفي بعض الحدود من يزيد الله يزيده، كلامه واسمعوه، وال ثم سلم لنا المال، ورقبنا سنود، فقهوه بدينهم والعهد قد وثقوه، دين شرك وبدعة وليس فيه هيات فوت، كون صب الماء على القبر والزيت اسكبوه، قول يلي مثبته يوم خلق الله شهود، بالدلائل والبراهين جبته وافهموه، طالبك يا الله يا واحد وخير معبود، أن تهديهم لدينك عساهم يتبعوه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن الله يهديكم، وأن الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. والله العظيم إن قلبي تقطع عليكم بالليل وبالنهار، لأني عارف أنكم على ضلال. فأنتم يا بني عمي وعصابة راسي ودرع جنبي، تحرر ابحث عن دينك، اسأل، انجب نفسك وأهلك من النار. والله ما ينفعك لا فقيه ولا مكرمي ولا زيد ولا عبيد، المجاملات ذي خلوها، اسأل عن دينك، تحرر، ارفع راسك بالإسلام وبراية التوحيد. سب الصحابة، أحد يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو حد جاك وسب خوي بيك ولا أمك ولا قريبك تطمر في حلقة ما أنت مخليه. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. سب الصحابة
قايل فيها بيتين تسمعونها: من يسب أبو بكر والصحابة عندنا قدره سوى تذبابه ندعسه بالرجل ونقول نام. وعمر الفاروق والفرق واضح، الصحابي الجليل المصارح أعلن الإسلام وقبل شمام، ومع عثمان بن عفان سيف واضح بالحق دين النظيف، ديننا الإسلام وبه السلام. وعلي رضي الله عنه برضاه، حبنا له حب ما به سواه، لا غلو فيه ولا شتام. وعائشة هي أم للمؤمنين، افهموني زين يا عارفين، من قذفها جعل جسمه حطام. حنها للتوحيد وأهل الشريعة، وديننا نقتل ولا حنبيعه، نعترض دونه بحد حسام. حن جنود الله وسيف الرسول، وكل متكبر لزوم يزول، ما نهاب الموت ولا نظام. وسلامتكم. وهذا المقطع حبيت أن أوضحه لكم بالصوت وبالصورة، واللي ما ينصح ربعه ولا بني عمه ولا قبيلته ما فيه خير. ومجاملات والله ما سويت بنا شيء ولا حطتنا فوق العرب شيء، ولكن ما يصح إلا الصحيح. أنتم يا بني عمي وربعي وجماعتي ومن هو على معتقد الإسماعيلية، يا أخي تحرر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. أنت ما أنت مملوك لأحد، أنت رب العالمين هو اللي خلق وهو اللي رزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسأل عن دينك، ابحث، خذ الدليل، خذ الكتاب وقر. أنا كنت أسب أهل السنة والجماعة، أقول لا هذول كذابين وهذول يكذبون علينا من كلام الفقهاء، يهولون مخنا ويسكرون علينا، وكل ما سألته قال لا تشك في دينك ولا تسوي ولا تسأل ولا شيء. يوم جيت أهل السنة والجماعة قلت يا أخي عطني الدليل، وضح لي. إلا هذه واضحة زي ما وضحت لكم قبل شوي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا ويهديكم للحق وطريق الحق أنا مكان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح على قلوبكم وأن يهديكم، وأن الله يجمعنا بكم في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.